عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. مقر لجنة الشباب بالحوار الوطني يناير 11 2025. مقر لجنة الشباب بالحوار الوطني انتخابات الاتحادات الطلابية استثمار في بناء الكوادر الشبابية. أكد النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني على أهمية انتخابات الاتحادات الطلابية، مشيرا إلى أن هذه الاتحادات تلعب دورا حيويا في تطوير العملية التعليمية وتعزيز الوعي الشبابي. وأوضح أن الاتحادات الطلابية تبدأ من المدارس، حيث يتم اختيار الطلاب لتمثيل الفصول والمدارس وصولا إلى مستوى الجمهورية وفقا للقانون رقم 62 لسنة 2013، مما يعزز روح القيادة والمسؤولية لدى الشباب. وأشار القاضي إلى أن اتحادات طلاب المدارس تخدم حوالي 25 مليون طالب وطالبة، ومع وجود لجان متخصصة تشمل الجوانب العلمية والرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، بينما تضم اتحادات الجامعات 7 لجان متنوعة بما في ذلك الأسرة الطلابية والجوالة، بهدف خدمة الطلاب وتنمية مهاراتهم. انتخابات شفافة ودور فاعل للاتحادات. وفي سياق حديثه عن الجدول الزمني للانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات والتي تبدأ في 14 نوفمبر المقبل، شدد القاضي على ضرورة إجراء الانتخابات بشفافية كاملة تنفيذا لتوصيات الحوار الوطني. وأكد أهمية تعزيز دور الاتحادات في تحقيق التنسيق بين الجامعات والوزارات المختلفة لتطوير رؤية متكاملة تعكس توجهات الدولة في مختلف المجالات. وأضاف أن وعي الشباب الذي تم بناؤه من خلال مشاركتهم في منتديات ومؤتمرات كبرى مثل منتدى الشباب جعلهم أكثر قدرة على مواجهة محاولات تسلل الأفكار المتطرفة مثل تلك التي تقوم بها جماعات الإخوان. وأكد أن الطلاب اليوم يمتلكون قدرة عالية على اختيار من يمثلهم بشكل يعكس صورة الشباب الحقيقي بعيدا عن أي استغلال سياسي. التكامل بين الوزارات والاتحادات. وأوضح القاضي الذي يشغل أيضا منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التحالف الوطني المصري أنه ناقش مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أهمية تحقيق التكامل بين الوزارات والاتحادات الطلابية، وأشار إلى ضرورة إلمام الطلاب بقضايا الدولة المختلفة مثل ملف الحماية الاجتماعية الذي تبلغ موازنته 41 مليار جنيه، وملفات الرياضة والعلم والثقافة بهدف إعداد جيل واعي وقادر على تحمل المسؤولية، إعداد كوادر شبابية للمستقبل. وأشار إلى أن الاتحادات الطلابية تمثل منصب لإعداد كوادر شبابية مؤهلة لخدمة الدولة في مختلف المجالات بما في ذلك المحليات والوزارات ومجلس النواب ومجلس الشيوخ من خلال برامج متكاملة تربط بين الحكومة والجامعات. جدول زمني للانتخابات. وفي ختام حديثه أكد القاضي أن إعلان واعتماد الخريطة الزمنية لانتخابات الاتحادات الطلابية يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير قدرات الشباب وبناء كوادر قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وتبدأ الانتخابات بفتح باب الترشح في 14 نوفمبر على أن تنتهي بانتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.